السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم اخواتي غنشارك معكم كومير صغير، كيجي زوين بزاف، كيجي ناجح 100%، كيجي محمر وكيجي خفيف اخف من الريشه. شوفوا لي ما شاء الله شحال كيشهي. فعلاش تاخذيه من المخابز وانت قادره انك تحضريه في المنزل ديالك بطريقه اللي هي سهله مهله وناجحه. فكنتمنى اخواتي تجربوه وتردوا عليا. فبلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، قبل ما ندوزو لطريقه التحضير والمكونات، فما تنساونيش اخواتي من لايكاتكم وشي تعليقات زوينه بحالكم للتشجيع فضلا منكم وليس امرا. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. وإلا كنتو جداد ديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش هكذا توصلوا بجديد الوصفات ان شاء الله. فغادي نحتاجوا على بركه الله واحد الاناء، وغادي نوضع فيه 2 كيسان من السميده الخاصه بالبسبوسه والحرشه، يعني ماشي الفينو، السميده الرقيقه. المهم اخواتي غادي ناخذ معكم العبار بالكاس ديال العنبه كيف كتلاحظوا معايا. وهنا باش تعرفوا النوعيه ديال السميده كتكون جيده، راه كتكون عاطيه بالصفوريه. هنا اخواتي كنضيف 2 كيسان ونص من السميده. غادي نضيف كذلك الماء اللي كيكون دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد، يكون غير دافي. كنضيف 2 كيسان وربع ديال الماء. العبار بالكاس ديال العنبه، يعني نفس الكاس اللي عبرت به السميده غادي نعاود نعبر به حتى الماء. صافي اخواتي، هنايا ضفت 2 كيسان، غنضيف هنايا 4، يعني 2 كيسان و4 في المجموع. وغادي نخلط هاد السميده مع الماء مزيان مزيان حتى يعني كنخلطوا السميده مع الماء كتنسجم مزيان. وغادي نخليوها اخواتي كتشرب، يعني غنخليو هاد السميده حتى كتشرب لينا هاد الماء اللي ضفنا ليها. عاد غادي ندوزو باش نطحنوها. صافي خليتها هنايا حتى تشربات. غادي نجيب هنايا الميكسور وغادي نطحنها مزيان مزيان. غادي نستمر هكذا كنطحن حتى كطلق ليا الخيط. صافي اخواتي، من بعد ما غادي نطحنها مزيان مزيان عاد غادي نضيف باقي المكونات اللي غادي تشوفوا معايا. صافي اخواتي، هنايا راه طحنتها مزيان حتى طلقات ليا الخيط. هنايا غادي نضيف الدقيق الابيض او الدقيق الخاص بالحلويات او دقيق الفورس. هنايا كنضيف 2 كيسان من الدقيق، ونفس الكاس كنعبروا به حتى الدقيق الابيض. هنا غادي نضيفوا الخميره الفوريه او الخميره الخاصه بالخبز. غادي نضيف 2 معالق صغار ديال الخميره. غنضيف كذلك واحد المعلقه من السكر. هذا السكر هو اللي يعني كيعطينا داك اللوين محمر الكومير ديالنا. صافي اخواتي، هنايا غادي نبدا كنجمع في العجينه. وهنايا راه 2 كيسان فقط، ما كنضيفوش اكثر، غير 2 كيسان ديال الدقيق، حيت يعني العجينه خصها تبقى مرخوفه، ما تكونش قاصحه. ضروري العجينه تكون مرخوفه اخواتي وتكون كتلصق في اليدين باش هكذا هاد الباكيط كيجينا خفيف وكيجينا مفشفش من الداخل، ما كيجيناش قاصح ومدقص. فضروري العجينه غادي نخليها خفيفه. هنا غادي ندلكها شي شويه هكا. هنا الكميه عندي ما كثيرش بزاف، الا بغيتو نتوما تكثروا وتضاعفوا المكونات راه ممكن. انا هنايا عندي غير كميه قليله، داكشي علاش يعني دلكتها غير هنا في هاد الزلافه هادي، يعني ما درتش القزعه اولا القصريه. فانتوما غادي تعجنوا في القصريه الا بغيتو، اولا العجانه الا كانت متوفره عندكم. هنا اخواتي، من بعد ما دلكتها مزيان كنضيف لها 4 كاس من زيت الزيتون. هاد زيت الزيتون تقدروا تعوضوه بالزبده بطبيعه الحال، تكون نوعيه جيده. 2 معالق يكونوا كبارين عامرين ديال الزبده. بغيتو ديروا الزيت كيف ما درت انا غادي ديروه. صافي اخواتي، من بعد ما ضفت الزيت وضفت واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، غادي نعاود ندلك شي شويه العجينه ديالي، غير بين ما كتنسجم ليا مع ديك الزويته او اللي كتلبس ليا ديك الزويته. صافي كنستمر هكا كندلكها حتى ندخل ديك الزيت كامله للعجينه ديالي. عاد غادي نجمعها بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، يعني كنخدمها بهذه الطريقه هذه حتى كنجمعها. وشوفوا لي العجينه راه كتكون كتلصق اخواتي. وصافي هنايا من بعد ما جمعت العجينه ديالي غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها تختمر. بالنسبه للاختمار ضروري تخليوها تختمر مزيان، يعني غتخليو ليها الوقت الكافي حتى تختمر مزيان ويضاعف الحجم ديالها. صافي هنا بعد ما غطيتها بالسلوفان غنخليها تختمر. وصافي هنايا خليتها حتى اختمرات. عاد كملت معكم التصوير. صافي اخواتي، هنايا غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وغادي نجيب العجينه ديالي وغادي نوضعها هكذا من فوق سطح العمل اللي رشته بشويه ديال الدقيق. وصافي، وغادي دابا نبدا كنشكل في العجينه ديالي. هنايا اخواتي غادي نشكلها على 9 ديال القطع. غنستمر هكذا حتى نقطع العجينه كامله. هنا كيجيو متوسطين، ما كيجيوش كبار ما كيجيوش صغار، كيجيو هما هادوك يعني. كنقطعوا العجينه على 9 ديال القطع. من بعد ما قطعتهم راه شكلتهم هكذا على شكل كرات. صافي، ودابا غندوز باش نبقى كنقرصهم اولا كنبسطهم هكذا فوق سطح العمل، وكن يعني بالاستعانه بالسميده، يعني السميده الرقيقه ماشي الفينو، يعني السميده اللي عجناها في العجينه هي اللي غادي نقرصوا فيها دابا. صافي كنبدا كنبسط العجينه هكذا بشكل طولي، وكنبدا كنلف بهذه الطريقه هذه وانا غاديه حتى الاخير. من بعد ما كنسالي اخواتي كنقرص العجينه هكذا باش ما تعاودش تحلينا. كنقرصوها مزيان مزيان. صافي كنعاود نديها هكا ونجيبها فوق سطح العمل. وصافي، وغادي نوضعها فوق اللاطه اللي غادي نطيبوا فيها الباكيت ديالنا ان شاء الله. صافي اخواتي كنعاود نديها ونجيبها هكذا فوق سطح العمل.
اللي مرشوش بالسميده. صافي من بعد ما ساليت غادي نوضعها في اللاطه اللي غندخلو الفران ان شاء الله. صافي اخواتي غادي نستمر هكذا، غادي نجيب وحده اخرى بنفس الطريقه، نعاود نبسطها هكذا بشكل طولي وانا كنرشها بالسميده. صافي غادي نستمر هكذا، ملي كنبسطها كنعاود عاوتاني نجمعها بنفس الطريقه اللي جمعت بها الاولى، كنقرص عاوتاني هكا الجوانب. صافي اخواتي كنستمر هكذا حتى كنخدمهم كاملين بنفس الطريقه. صافي هنايا وضعتهم في اللاطه اللي كنت فرشت ليها ورق الطهي، ماشي ضروري انكم تفرشوه ليها، وكنخليهم حتى يختمروا. هنا اخواتي راه اختمروا كيف كتلاحظوا معايا. صافي من بعد ما اختمروا غادي في هذه الاثناء كنشعل الفران، كنشعلوه عافيه تكون يعني مرتفعه باش يسخن لينا بسرعه. المهم اولا كتشعلوه من قبل، المهم غير الفران ضروري يسخن مزيان مزيان، بحال الا غنطيبوا الخبز، يعني عادي بحال غطيبوا الخبز. بالنسبه للمده ديال الاختمار اخواتي راه خداو ليا ربع ساعه، المهم ما بين ربع ساعه حتى لثلث ساعه كيكونوا اختمروا، راه كيختمروا بسرعه. هنايا اخواتي جبت واحد الزيزوار ووضعت هكذا، يعني فلحتهم من الفوق اولا درت واحد هكا شرطتهم من الفوق باش كنتحصلوا على داك الشكل بحال ديال المخابز. هنايا اخواتي كنجيب الزبده اللي ممكن تعوضوها بالزيت، الا ما توفراتش الزبده غادي ديروا الزيت في هاد التفليحات هادو اللي من الفوق باش هكذا كيجيونا محمرين وكيتشقوا بهذا الشكل هذا. المهم اخواتي راه دخلتهم طابو العافيه تكون متوسطه حتى كيطيبوا يتحمروا من التحت، وكتعاودوا تهبطوهم من التحت اولا كتشعلوا عليهم باش يتحمروا من الوجه ديالهم، والعافيه تكون مهيله ملي تكونوا تحمروهم من الوجه ديالهم باش كيجيو هكذا مذهبين، كيجيو هكا محمرين وزوينين، ما كيجوش مخطوفين ومحروقين، فالعافيه تكون مهيله. صافي اخواتي هنايا من بعد ما طابوا كنقطع معكم، شوفوا لي من الداخل كيفاش كيجيو ما شاء الله، كيجيو خفافين وكيجيو مفشفشين، فراه كيستحقوا التجربه ديالكم. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. فغنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. فاذا كان هذا الفيديو كيستحق اللايك ديالكم فما تبخلوش عليا من لايكاتكم، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. فنتلاقاو مع فيديو جديد ومع وصفه جديده ان شاء الله، ومع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه.